وتعود للعدالة المصرية. المستشار شعبان الشامي أحد أبرز الأسماء التي جلست على منصة القضاء لتصدر الحكم في القضايا السياسية وقضايا الإخوان بعد انقلاب 2013، ليصدر أحكامه في قضايا ذات طابع سياسي وأمني خطير. كان المستشار الشامي بمثابة أداة تنفيذ لما كانت تسعى إليه الدولة في تلك الفترة من تصفية سياسية لجماعة الإخوان وقياداتها، حيث أصدر أحكاماً قاسية بحق العديد من الأبرياء الذين كانوا ضحايا الظروف السياسية التي تمر بها مصر. ومن على منصة القضاء تصدى للنظر في قضايا مثل اقتحام السجون والتخابر مع حماس وحزب الله وغرفة عمليات رابعة، وهو ما كان بمثابة حكم مسبق على المتهمين في معظم القضايا، حيث استخدم القضاء ليكون ذراعاً للسلطة في قمع معارضيها. في قراراته لم يتورع عن إصدار 154 حكماً إعداماً، وهي أحكام لا تقتصر فقط على قضايا عنف، بل طال العديد من الأبرياء، ومن بينهم شخصيات سياسية بارزة. كما أصدر أحكاماً أخرى مثل 70 حكم مؤبد و20 حكماً من 15 إلى 20 سنة، و25 حكماً من 10 سنوات إلى 15 سنة، و10 أحكام من 3 سنوات إلى 10 سنوات. ورغم أن الكثير من هذه الأحكام ألغيت في محكمة النقض، فإنها تظل وصمة عار في تاريخ القضاء المصري. رحل المستشار شعبان الشامي عن الدنيا محملاً بأوزاره، ليواجه منفرداً حساب الله بعيداً عمن ساندوه أو أعطوه الأوامر، حساباً على كل نفس أزهقت وعلى كل مظلوم ظلمته أحكامه الجائرة. تطارده صرخات الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن في لحظات لم يكن لهم فيها ذنب، ودعوات الآباء الذين ذاقوا مرارة الفقد، وكذلك أنات الزوجات اللواتي فقدن أزواجهن، وكسرة الأبناء والبنات الذين نشأوا دون آبائهم. لن تنسى القلوب الحزينة من شردوا ومن تكبدوا العذاب خلف القضبان ظلما.